ما تفردش مفاصلك لحد الاخر الا لو عايز تصاب زي اخينا ده. اولا ده الكلام اللي لعيبه كمال الاجسام بيقولوه وبيعملوه. الغريب ان لعيبه رفع الاثقال بيلعبوا اوزان خرافيه وبيقولوا عكس الكلام، انك هتتصاب لو مش بتلعب لحد الاخر. نصدق مين فيهم؟ تعال نعرف سوا. تعال نتكلم طبيا. في الواقع ان ما تفردش مفاصلك لحد الاخر هتبتدي تخسر القوه والمرونه وبتاعت مفاصلك واربطتك واوتارك في اخر الوضع ده. مشكله كمان، كفاءة جهازك العصبي مخك في تشغيل عضلاتك في الاند رينجز دي او اخر المدى الحركي بيتقل. معنى كده الوضع اللي انت اوريدي فيه ضعيف بقيت اضعف. طيب نعمل ايه؟ بص يا سيدي، قدامك خيارين: انك تحاشى الوضع اللي انت فيه ضعيف، وده شيء عادي جدا للعيبه كمال الاجسام ومش مهتم بقوه مفاصله، بس اعرف ان انت لو رحت مره واحده بالغلط بوزن تقيل مفاصلك بقول عليها يا رحمن يا رحيم. قدامك خيار تاني بقى، انك تعمل تقليل كويس لاوتارك. هتقول لي ازاي؟ هقول لك في التسخين بتاعك اتاكد انك بتلعب بالاوزان الخفيفه اللي بتسخن بيها المدى الحركي الكامل، تفرد مفاصلك لحد الاخر. وتاكد كمان انت بتلعب على العده السالبه او الجزء النيجاتيف من وزنك ببطء جدا وتنزل لحد الاخر. الحكايه هتبني مرونه وقوه في اوتارك وهتقلل فرصه انت تتصاب بعد كده. قولوا رايكم في الكومنتات انهي طريقه شكلها منطقي اكتر بالنسبه لكم، وشوف حابين نعمل فيديو عليه المره الجايه. هو يا شباب